اهلا وسهلا بيك يا صديقي العزيز. تفتكر الحرب اللي دايره بين الاهلي وبين الزمالك هتنتهي امتى؟ ولحد امتى هيفضل الند لنادي الاهلي في مصر هو نادي الزمالك؟ مش الند في البطولات او المنافس في البطولات، لا، المنافس اللي دايما بيتصدر في اي مشكله الاهلي يدخل فيه. حتى في التعاقد مع زيزو النهارده المحكمه الرياضيه الدوليه بتبعت رد ناري جدا لنادي الزمالك على شكوتهم ضد زيزو. بالمناسبه نادي الزمالك اشتكى زيزو بسبب ان اللاعب تعاقد مع النادي الاهلي وهو لسه عقده ما انتهاش مع نادي الزمالك. المحكمة الرياضية الدولية طلبت من نادي الزمالك انه يرفق ملفات ومستندات تثبت ان زيزو تعاقد مع الاهلي قبل ما عقده ينتهي في نادي الزمالك. كل اللي يمتلكه نادي الزمالك حاجتين بس، اللي هي الفيديوهات والحاجات اللي على مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج والقصة دي حاجة، وده مش اثبات قوي او ملموس ضد زيزو. الحاجة التانية تأشيرة زيزو لأمريكا، ودي كانت الأهلي بيطلعها عشان زيزو خلاص يسافر معاه، وبرضه دي حاجة مش ملموسة. وارد جدا الراجل يكون مسافر هيستمتع بكأس العالم للأندية، مش تحت شرط يكون ماشي مع النادي الأهلي. فهم الحاجتين دول المحكمة الرياضية الدولية شايفة إن الموضوع مش مستاهل، والموضوع مش حاجات مش ملموسة إني أعاقب عليها زيزو عقوبة مادية أو إيقاف. النهارده المحكمة الرياضية الدولية أصدرت قرار بإن شكوى نادي الزمالك بالبلدي كده بلها واشرب ميتها. نادي الزمالك مش هيهدوا، لأن النهارده الأهلي بيعلن عن ضم مدافع نادي الزمالك، وكل كل البرامج وكل الإعلام بيتكلم عن حسام عبد المجيد. ده اللي خلى رضا عبد العال طلع وقال كلام كبير جدا عن حسام عبد المجيد، وقال ان اخطائه كارثيه والاهلي يستحق لاعب افضل من كده، وحسام عبد المجيد ما ينفعش في الاهلي. كل ده عشان يبعد الانظار عن حسام عبد المجيد والاهلي ما يتعاقدش معاه. لو كمان طلع يقول لك ان زيزو بياخد 150 مليون جنيه ولا يستحق ذلك. هقول لك حاجه، العرض القوي من النادي الاهلي خلى زيزو يوافق. زيزو زملكاوي، لكن العرض القوي بتاع النادي الاهلي خلى زيزو يوافق. المشكله مش ان رقم زيزو كام، المشكله تقييمك لزيزو كام. لما تديني تقييم لزيزو يا كابتن رضا عبد العال 2% وتقول عشان ضربتين الجزاء اللي اتجامل بيهم 2% للاعب بحجم زيزو، ولا بلاش ده زيزو لما كان في الزمالك قبل ما ينتقل للاهلي بشهر واحد كنت بتقول انت بنفسك انه افضل لاعب في افريقيا حاليا. الكلام ده انت قلته على الهوا وفي برامج، بتطلع تنتقد نفسك وبتطلع تقول كلام عكس الكلام اللي انت بتقوله كل مره بكلام جديد. لا كمان نقول لك رايك في تريزيجيه ايه. النهارده بيتسال عن رايه في تريزيجيه يقول لك اديه 1%، 1/10، 1/10. تريزيجيه ياخد 1/10؟ تريزيجيه الجندي المجهول في منتخب مصر واللي عمل ابداع تديه 1/10؟ اشرف بن شرقي انا اديه 8%، 8/10، 10 100 بصراحه. اشرف بن شرقي قول كده. تعال بس نشوف رابطه الانديه النهارده بتعلن عن حاجات مهمه جدا وعروض جديده في الدوري المصري. رابطه الانديه النهارده بتطالب بان تحديد 20 يوليو هتكون القرعه للموسم الجديد. مش بس كده، رابطه الانديه لازم تفاجئنا بحاجات تانية. الحاجات التانية اللي رابطه الانديه فاجئتنا بيها يا سيدي انهم عايزين ياخدوا افضل لاعب في الدوري، وافضل حارس مرمى، وافضل مدرب. افضل لاعب وافضل حارس وافضل مدرب، 3 يكونوا بيتوجوا مع بطل الدوري في نهايه الموسم. مش بس كده، لا كمان الاحصائيات بتقول ان رابطه الانديه طلبت انها تدفع 25 مليون جنيه للبطل اللي يتوج ببطوله الدوري المصري، وقال لك عايزين نعمل زي الدول المتقدمه انهم بيدوا جوائز لاغلبيه المتواجدين في البطوله، مش اللي هو اللاعب الفريق المتوج بالبطوله. النهارده بقى تعالوا بس نشوف ابداع الفنان والمايسترو وسام ابو علي. وسام ابو علي النهارده اللي عامل ضجه في كل الوسط الرياضي. وسام ابو علي اللي قالوا عنه كلام كتير جدا جدا، واللاعب اللي بصراحه ومن وجهه نظري يستحق اكتر من كده. وسام ابو علي بعد تألقه مع الاهلي في كاس العالم للانديه وتصدره
لقائمة هدافي كأس العالم لحد دلوقتي اللي أنا بكلمكم فيه ده برصيد 3 أهداف هاتريك في مباراة واحدة، خلى كل الأنظار ولفت انتباه كل الفرق الأوروبية. وسام أبو علي جاي له عرض من العين الإماراتي وجاي له عرض من فريق أوروبي لحد دلوقتي لم يعلن عنه. وسام أبو علي يستحق أكتر من ذلك. الأهلي لو فرط في وسام أبو علي يبقى أنت بتبدأ موسم جديد بخسارة جديدة. اي نعم ان الاهلي بيرتب وبيظبط، وقوه الاهلي في الدوري طبعا كاس العالم للانديه انت بتلعب فرق طبعا على مستوى عالي، ولكن في الدوري المصري انت هتقتحم الدوري المصري اقتحام بالفريق اللي انت لعبت بيه في كاس العالم للانديه. اوعوا تفتكروا ان اداء الاهلي في الدوري المصري هيكون زي اداؤه في كاس العالم للانديه. طبعا فرق كبير جدا في توازن الفرق، وفرق كبير جدا في القيمة التسويقية للفرق، قيمة اللاعيبة التسويقية. فالأهلي أنا متأكد مليون في المية إنه بطل للدوري النسخة الجاية. شكرا جدا لحضراتكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الإشعارات. إلى اللقاء في فيديو آخر.